ما تصدعنيش، انا ما عنديش وقت اتمرن. انا عارف والله ومصدقك. بس تعالى نرتب اولوياتك ونعمل اجمد فورمه ونعرف الغلط فين. الغلط انك طول ما انت راسم الصوره النمطيه عن الجيم انه لازم يكون ساعتين على ما تخلص مجاميعك وتسخينك وكلام هنا وهزار هنا، لكن خلينا افاجئك ان 3 ساعات تمرين في الاسبوع اكتر من كفايه ان انت تبني عضلات. 3 في الاسبوع لو اتمرنت 30 ل 45 دقيقه في اليوم لمده 3 او 4 ايام بتلعب فيهم 8 اشكال في اليوم كله، لكن كل شكل للفشل العضلي تماما. بتكرار من 8 ل 12 عده لكل مجموعه، يعني اجمالي 8 مجاميع فعاله في اليوم. هتبتدي تشوف نتائج عاليه. تعالى نحسبها مع بعض بالورقه والقلم. لو رحنا من البيت للجيم في ربع ساعه، تسخين كويس وتمرين بشده عاليه لمده 45 دقيقه، ومن الجيم للبيت كمان في ربع ساعه، يعني توتال اقل من ساعه ونص. يعني لو اختزلت وقت سكرولاتك على الريلز من 3 ساعات لساعه ونص واتمرنت الساعه ونص الباقيه، فانت هتوصل لنتيجه مرضيه جدا في جسمك. بس اوعى تبطل تتفرج عليا. من رايي الشخصي احسن نظام يوصلك لهدفك ولجسمك في الحاله دي هو نظام الفول بودي، نظرا لقله الجانك فوليوم على العضلات واتاحه فرصه اكبر للريكفري، وكمان بتتمرن العضله من 3 ل 4 مرات في الاسبوع. ده معناه لو لعبت صدر في الاربع ايام كل يوم منهم شكلين من العضله، الحجم التدريبي في اخر الاسبوع هيكون 8 مجاميع توتال. قيس على كده كل حاجه في كل العضلات بعد ما ترتب اولوياتك. بس انا كده مش هوصل لفورمه احلامي عشان انا مش بتمرن كفايه. تفتكر قعدتك في البيت بدون ممارسه اي رياضه هي اللي هتوصلك؟ المهم لو شفت اهتمام بتنظيم جدول فول بودي في الكومنتس ممكن ابقى اتكلم عنهم في حلقه.